اليوم راح نتكلم عن تشابه الألقاب عند المشاهير واليوتيوبرز، وراح نحكي قصص عن القبيلة بين المشهورين. لا تنسوا اللايك والاشتراك وإلى نبدأ. أولا شفت مشهور قديم تابعته من زمان، ومعروف بقبيلته، وبعد سنوات شفت مشهور يحمل نفس قبيلة مشهورك اللي كنت تتابعه زمان. المثال على هذا الكلام هو اليوتيوبر ناجي القاق واليوتيوبر أسامة قاق. ناجي ينزل محتوى ردات فعل وأشياء منوعة، وأسامة ينزل عن الكراتين المثلية ويوعي الناس. وأكيد خطر على بالك أنهم أقرباء أو إخواني، لكن الحقيقة اكتشفها أسامة في مقطع 100,000 مشترك. أنا اسمي أسامة قاق، وقاق معناها معنى عظيم جدا اللي هو بس قاق، هيك اسمي أنا انخلقت بهذا الاسم والعائلة. تاني شيء، السؤال اللي أكثر شيء بيتكرر ودائما بتمسخر فيه إنه بيسألوني إنه ناجي قاق بقربك، بحكي لهم أخوي هيك بس هيك بحكي، بس لا ما بقربني ولا أنا بقربه، تشابه بالأسماء عادي. يعني أنا أسامة لا يقرب لناجي وأنا ما تشابه القابة، بس أسامة من غبائه كتب الكاف قاف. خلينا نحكي قصة عائلة القاقي. عائلة القاقي كبيرة ومحترمة وموجودة في فلسطين وفي عدد من الدول العربية. في فلسطين موجودة في مزارع النوباني قضاء رام الله، وفي سلوان قضاء القدس. يعني عائلة قاق فلسطينية، بمعنى أن ناجي القاقي فلسطيني وسام قاق سوري. أنا زمان لما كنت زعط كنت أتابع بندريتا، واكتشفت أنا قبيلته مدخلي، ولقيت مهندس اسمه أحمد مدخلي. خلينا نجاوب على هذا السؤال. المهندس أحمد مدخلي ما يقرب اليوتيوبر بندر مدخلي، لأنهم تشابه القابة وبس، والفرق أن العائلة سعودية. وخلينا نتكلم عن عائلة مدخلي. تعتبر قبيلة المدخلي قبيلة عربية من قبائل الجزيرة العربية، وتوجد في منطقة نجد بالمملكة العربية السعودية، وتعود أصول هذه القبيلة إلى العرب. كنت أتابع مقطع لوسام الحمد عن رعاب فوبية اليوتيوبرز، واكتشفت أنه قال عن قمر الطائي أنها أخت حاتم الطائي. قمر الطائي اخته لحاتم الطائي. خليني أوصل فكرة. حاتم ولد سنة 578، وقمر ولدت سنة 2005. حاتم الطائي سعودي، قمر الطائي عراقية، يعني ما في قرابة بس تشابه القابة. أنا كنت أتابع ترانيد البطاطس سخنة خالص لعبد الرحمن فالنتينو، وتابعت مقاطع يوتيوبرز فارقوا الحياة واكتشفت أنه فالنتينو منهم. ومن المقاطع قال لي قبيلته أنه من عائلة مرسي، وعلى بالكم أنه يقرب للرئيس محمد مرسي، لكن الحقيقة إنهم ما يقربون، لأنه تشابه القابة فقط، والاثنين ماتوا. عبد الرحمن مات بسبب ورم باللسان، ومحمد مات بسبب سكتة قلبية. لكن هذا مو موضوعنا. موضوعنا أن هذه العائلة من عائلة رئيس مصر محمد مرسي. مين ما يعرف التيك توكر ميتو الشامسية والمطربة أحلام الشامسي؟ هل تسالت أنهم إخواني أو يقربون لبعض؟ لكن الحقيقة لا. ميتو سعودي، وأحلام أماراتية. ميتو عمره 25، أحلام عمرها 56. يعني أحلام أكبر من ميتو، فما يقربون لأنهم تشابه القابة. وخلينا نحكي قصة الشامسي. الشامسي قبيلة عربية توجد في شمال شرق شبه الجزيرة العربية، وهم يسكنون بشكل أساسي في حماسة ووادي الجزي والسنينة والحمرية والحيرة. والمطرب المصري سيد درويش، من اسمه راح تقول أنه يقرب للشاعر محمود درويش، لكن الحقيقة أن سيد مصري ومحمود فلسطيني. سيد مات سنة 1923، محمود مات سنة 2008، يعني تشابه القابة ليس قرابة. وكنت أتابع إعلان بيبسي للمشاهير، وشفت المطربة نوال الزغبي، ولكن هل هي تقرب للممثل جهاد الزغبي؟ احب أقول لك أنه لا ما يقربون. طيب تقول لي شو الفرق؟ نوال لبنانية، جهاد سوري، يعني تشابه القابة. وخلينا نتكلم عن قصة الزغبي. عائلة الزغبي ترجع إلى زعبي بن مالك بن خفاف بن أمرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصف بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كنت أتابع وسام قطب، وكنت أقرا كتب محمد قطب. أكيد راح تقول أنهم يقربون لبعض، لكن محمد مصري، ووسام فلسطيني. محمد مات، ووسام عايش، يعني تشابه القابة. خلينا نحكي قصة قطب.
عائلة القطب وهي إحدى العائلات الفلسطينية النابلسية، وكان عميد العائلة الجد الحاج إبراهيم القطب، وكان تاجر أثاث منزلي، وقد بنى دار القطب وجعلها وقفا على إبنائه. كنت أتابع مباراة سالم الدوسري، واسمع إيات عطرة من القرآن بصوت ياسر الدوسري. أكيد عبالك أنهم يقربون لبعض، لكن شفت مقاطع على التيك توك تقول أنهما خوة. خليني أوصل الفكرة. نسب الشيخ ياسر الدوسري هو ياسر بن راشد بن حسين الودعاني الدوسري، ونسب اللاعب سالم الدوسري هو سالم محمد شافي الدوسري، يعني أبو ياسر اسمه راشد، وأبو سالم اسمه محمد، يعني ما في قرابة. خلينا نحكي قصة عائلة الدوسري. إن الدواسر واحدة من القبائل العربية النجدية استقرت في جزيرة الزخنونية بمحاذاة ساحل الإحساء، وقد تحالف دواسر مع آل خليفة وشاركوا مع القبائل الأخرى في فتح البحرين 23 من يوليو 1783. إثر ذلك انتقلوا من جزيرة الزخنونية إلى البحرين واستقروا بالبديع، وكان عددهم 8000 نسمة. أنا طفولتي كلها على طيور الجنة، خاصة عند انضمام المنشد بلال الكبيسي. وتابعت كاس العالم. اكتشفت أن جون كوك يغني مع فهد الكبيسي. كنت أحسبهم يقربون لبعض، لكن اكتشفت أن بلال عراقي وفهد قطري، يعني تشابه القابة. خلينا نحكي قصة عائلة الكبيسي. تعتبر عائلة الكبيسي هي واحدة من العائلات العربية الشهيرة في المملكة العربية السعودية، التي يكون لها المكانة العالية في السعودية، والتي توجد لها العديد من الفروع المنتشرة في العديد من الأماكن والمناطق العربية. كنت أتابع قناة كراميش، واكتشفت المنشدين بشرى عواد وزينة عواد. وهل يقربون لبعض؟ الحقيقة إنه تشابه القابة، لأنه زينة اسم أبوها وسيم، وبشرى اسم أبوها محمد. ومين محمد؟ محمد عدوي. وخلينا نشوف المنشدة في قناة كراميش سجا حماد وزوجة مدير طيور الجنة مروى حماد. هل يقربون لبعض؟ الحقيقة إنهم لا يقربون لبعض، لأن مروة اسم أبوها غير معروف، وسجى اسم أبوها وليد على اسم ابن مروة. ونصيحة لا تخلو مشهور يقربون لمشهور ثاني. وبس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وباي.